واخيرا خرجت النتائج. شكون كان كيقول غنوصلوا لهاد اللحظه هادي من بعد هاد العام الطويل؟ هاد الفيديو غيكون مقسم على 3، فيمكن لك تسمع الجزء اللي بغيتي ودوز ليه نيشان لما كنتيش غتشوف الفيديو كامل. خلوني نبارك لكم النجاح ديالكم اولا وقبل كل شيء. الحمد لله على هاد اللحظه اللي وصلنا ليها مجموعين، اللحظه اللي كتخليك تنسى المجهود والتعب اللي درتي باش تنجح. برافو عليكم، تستاهلوا هاد النجاح وتستاهلوا هاد الفرحه. تخيل معايا ان هاد النجاح خدا منكم 12 عام، راه ماشي شهر ولا عام ولا عامين، 12 عام من عمركم. فخاصكم تكونوا واعيين بقيمه هذا الشيء اللي وصلتوا ليه. هذا ماشي مجرد نجاح في امتحان ولا مجرد شهاده خديتيها، هذا حصاد سنين وثمرة خدمه واجتهاد مهما كان كبير ولا قليل. فاعطيو قيمه للنجاح ديالكم، عطيو قيمه لداك الشيء اللي درتو باش تنجحوا، وافتخروا براسكم حيت ما كانتش سهله. تفكروا غير الستريس اللي كنتو فيه هادي شهر، تفكروا الوقت اللي كنتو كتفكروا باللي صافي ما بقاش الجهد بصح. بالتالي كتوصل لمرحله كيدخلك الشك واش درتي شنو خاصك دير ولا هادشي ما كافيش. ولكن الحمد لله قدرتوا تصبروا وتخرجوا القوه من الضعف، وسيدي ربي يسر، فاللهم لك الحمد. فرحوا بالنجاح ديالكم وعطيوه حقه. عيشوا هذا الاحساس وهاد اللحظات اللي غادي تصورخ، بغض النظر شنو جاي وشنو كيتسناكم. ما تفكرش دابا في هذا الشيء، عيشوا اللحظه اللي نتوما فيها وعيشوا هذا الاحساس كامل، ما تفلتوا منه والو. وشاركوا الفرحه ديالكم مع والديكم والناس اللي كتبغيو، حيت حتى هما كانوا معاكم هاد السنين كامله، وحتى هما كانوا كيتسناو هاد اللحظه هادي. اللي مشى للراتراباج معليش، هادي فرصه ماشي عيب. دير هاد الهضره بين عينيك ودخلها لدماغك. الراتراباج فرصه اخرى باش ما توليش تعاود العام، وكون متاكد باللي ما غيفوتك والو. مازال ما فاتك النجاح، النجاح دابا بين يديك. اللي خاصك دير هو تستغل هاد الفرصه وتخدم عليها وتوجد ليها. رجع لي فيديو اللي كنا درنا على المراجعه وكيفاش توجد للوطني، غادي تلقى شي حاجه اللي تفيدك وتعاونك باذن الله. وانا كنأكد ليك باللي مازال ما فاتك والو، مازال النجاح بين يديك، مازال العام مساله عندك، مازال عندك فرصه. الماتشات في كره السله كيتحسموا في اجزاء من الثانيه، الماتشات في كره كيتقلبوا في دقيقه. الفرقه كتكون خاسره كتولي رابحه، بما ان الحكم مازال ما صفرش، بما ان الكرونو مازال خدام، فالفرصه مازال كاينه ومازال كاين امل، ومازال ما تحسم والو. فغير نوض وجد راسك وحاول تجبد احسن ما عندك لاخر مره، وانت مآمن باللي راك قادر ومآمن باللي سيدي ربي غيسر. وما تبقاش طايح في ديك الحفره ديال الندم والتحسر واللوم، داكشي ما غينفعك بوالو، بالعكس غيخرج عليك، حيت غتندم في الاول وغتلوم راسك وغتشوف راسك فشلتي وصافي ضعتي، وفي الاخر غتستسلم وما غدير والو. تفكر مزيان ان النجاح مازال بين يديك، فحاول هاد المره ما تضيعوش. نجيو دابا للتلاميذ اللي ما عجبهمش النقطه اللي جابوا، كانوا باغيين يجيبوا اكثر، ولا المحيط ديالهم كان كيتوقع منهم يجيبوا اكثر، وكانوا باغيين يجيبوا واحد المعدل باش يكملوا قرايتهم فين باغيين. ناخذوها بالعقل ماشي بالعاطفه. اسمعني مزيان، جلس وحاسب راسك. واش كان بامكانك تعطي اكثر وانت ما بغيتيش تكاسلا منك؟ واش درتي اللي عليك ولا ما درتيش؟ واش كان مازال عندك ما تعطي وما عطيتيش؟ الا كان بصح تكسلتي وترخيتي فتحمل مسؤوليتك. ومزيان، ها انت تعلمتي الدرس بالطريقه الصعيبه باش تبقى عاقل عليه. والمره الجايه اجتهد ودير اللي في جهدك، واخا تعيا وما يبقاش عندك الجهد، صبر حتى لاخر لحظه. ولكن الا كنتي درتي كل شيء وما كانتش شي حاجه يمكن لك ديرها وما درتيهاش، فكن رحيما بنفسك وحمد الله على النتيجه اللي قدرها لك. ودير في بالك ان سيدي ربي ما كيضيع حتى واحد. كيبقى السؤال هو كيفاش. خلي هاد السؤال لسيدي ربي، وكن متيقن ان اللي جاي غيكون احسن من اللي كنتي باغي، واللي اختار لك سيدي ربي احسن من الاختيار ديالك. وغيجي النهار اللي غتحمد فيه الله على هاد النتيجه، حيت بسببها وصلتي لداك الشيء اللي وصلتي ليه مستقبلا ان شاء الله. تصور معايا انك باغي دير مشروع وعندك جوج ديال الناس، واحد ما عمره دار شي مشروع في حياته وما عنده خبره وما عارف والو على البيزنس بصفه عامه، واحد خبير في المجال وسنين هو خدام في البيزنس وعارف وفاهم الدومين مزيان وناجح في جميع المشاريع ديالو. الا كنتي غتسمع النصيحه ديال شي واحد فيهم، شكون غتسمع؟ الا قال لك شي حد فيهم دير شي حاجه وتبع واحد الطريق، لمن غتسمع وتاخذ بالراي ديالو؟ فلله المثل الاعلى. سيدي ربي هو العليم الحكيم الخبير، واخا نعيا وحنا نعرفو ما غنعرفوش بحالو. فغير طمئن الاختيار ديال سيدي ربي بما انك خديتي بالاسباب الممكنه، وفرح بالنجاح ديالك كيف ما قلنا في الاول. هذا ماشي انجاز عادي، اعطيه قيمته اللي يستحق، واللي جا غيكون احسن من اللي كتوقع ان شاء الله. انا فرحان بالنجاح ديالكم وفخور بكم، وكنتمنى نكون فتكم بشي حاجه في هذه الرحله، وكنتمنى نكون جزء من هذا النجاح بطريقه او باخرى. قدروا مجهودكم، هذه اهم حاجه ديروها. الا سيدي ربي قال لينا ولا تبخسوا الناس اشياءهم، فكيفاش مع راسنا؟ اعطي قيمه لراسك. فمن بعد ما تحمدوا الله وتشكروه وتشكروا والديكم والاساتذه ديالكم وكل واحد عاونكم باش تنجحوا، شكروا راسكم، حيت نتوما اللي خدمتوا وحفظتوا ودرتوا المجهود. الاساتذه كانوا خدامين مع كل شيء، الدروس كانوا متاحين لكل شيء،
الشرح والتوجيهات والنصائح كانوا قبلت كل شيء. علاش نتوما بالضبط؟ علاش انت ولا انت بالضبط اللي خدم بديك الشيء واستافد منه؟ اكيد هذا توفيق من الله اللي يسر ليك، ولكن حتى انت ولا انت كان عندك اختيار ما بين تخدم ولا ما تخدمش، فاختاريتي تخدم وتجتهد. فما تنساش راسك في وسط هذا الشيء كامل. شكر راسك حيت تستاهل. يمكن نكون طولت ولكن ما سخيتش الصراحه. ما كرهتش نهضر مع كل واحد ونشارك الفرحه مع اي واحد ونشجع اي واحد مازال عنده فرصه اخرى باش حتى هو ينجح. فإلا عجبك الفيديو بارطاجيه باش يستافد معنا كل شيء، ومبروك عليكم مره واحده اخرى، وكنتمنى لكم التوفيق في ديك الشيء اللي جاي ان شاء الله. نراكم على خير.